السلام عليكم ورحمة الله. اليوم اخواني نبي نتكلم عن موضوع ليش اكثر الشيعة يعني فاسقين، يعني عاصين لله، يفعلون الفواحش والعياذ بالله. طبعا هذا الاكثر شيء بعوام الشيعة اللي يتكلم، حتى علمائهم يعني للأسف هم غير عن باقي المسلمين. يعني حنا المسلمين عندنا كتاب الله وعندنا السنة، نقرأ كتاب الله وناخذ من السنة، نقرأ حديث، يعني نطلع على هذه الأشياء. أما الشيعة لا، ياخذون دينهم من المعمم. يعني المعمم قال لهم حرام، خلاص ما يعني انتم بحياتكم ما شفتوا معمم يطلع على المنبر مثلا ويقول قال كذا كذا في كتاب الفلاني، حديث الفلاني. لا لا، ما يذكر مصادر ولا يذكر شيء ولا يذكر الصحيح ولا شيء. مو نفس أهل السنة لما يطلعون على المنبر يقول وذكر البخاري في كتابه كذا كذا، يعطيك حتى رقم الصفحة. انزين. أما الشيعة لا، عندهم قاعدة قريبة عجيبة، وكل الشيعة الحين اللي يسمعوني أو اللي يعرفون الشيعة يأيدوني بهذه القاعدة اللي عند الشيعة. يقولون الشيعة مثل عندهم ذبها برقبة عالم واطلع منها سالم. يعني خلى علقها برقبة العالم واطلع منها انت سالم، يعني خلاص ايش قال لك العالم سو. مثل هذه استغفر الله عندهم، يعني ان الابو يلاطف بنته اللي يعني عمره 15 16 سنة، يلاطفها يبوسه وكذي ويحضن. استغفر الله، يعني ما يجوز هذا، ما يجوز بالشرع، بس هم عندهم عادي. ولما تروح تقول له حرام عليك تسوي كذي، قالك السيد يقول، السيد يقول. حتى شوفوا انتم لما تكتبون في جوجل عن واحدة قاعد تسأل السيد عن الفتوى هذه، وانا راح احطها لكم الحين على المقطع، صورة المقطع راح احطها لكم. واحدة تسأل السيد تقول انا عمري 15 سنة وابوي قاعد يسوي لي اشياء محرمة ويقول لي هذه لا عادي. قال لها المعمم اي اطيعي ابوك، اكيد ابوك ما يبي لك الشر. استغفر الله، يعني اشياء عندهم مو طبيعية. فهذه القاعدة عند الشيعة ان قطها في رقبة عالم واطلع منها سالم. عندهم يعني شوف كل شيء حلال، كل شيء حتى الخمر عندهم حلال. متى حللوا الخمر؟ يقولك إذا كنت تبي تذكر الله، استغفر الله، إذا تبي تذكر الله بخشوع وتدخل في جو عادي، لا مانع انك تشرب خمر عشان تدخل جو انك تقدس الله. استغفر الله، يعني لدرجة انهم يستشهدون. شلون يقول لهم الفالي، مقطع الفالي اكتبوا في اليوتيوب البلبل السكران مع الفالي، او اكتبوا البلبل السكران الفالي كذي يطلع لكم. يقول الفالي يستشهد بالقضية هذه ان في بلبل كان يشرب من تين. التين كان معلق على الشجر، بس التين كان مقطوع، وكان يجي يشرب منه يوم يومين ثلاثة ل10 أيام. بعد 10 أيام تخمر التين هذا، ولما شرب صار البلبل سكران. ولما سكر البلبل قام يغرد تغريد عجيب وقريب، يعني دش جو. يعني يبي يقول لهم من استشهاد هذا يا شيعة عادي إذا كنت تبي تدخل خلوة مع الله سبحانه وتعالى وكل جو انك تنسى نفسك، انك تسكر، اعوذ بالله منهم. يعني هذا غير بلاوي
كثير بدينهم، يعني لا تخطر على بال بشر، يعني من هذا زواج الرضيعة، من يعني إرضاع الرجل لرجل، ما أدري شلون يرضع الرجل إذا رجل، من يعني إرضاع. شوف الخوء يقول يجوز إرضاع المرأة لرجل آخر غير رجلها، يعني مثلا أو غير طفلة أو غير. شلون رجل آخر يعني غريب؟ إذا كان غريب شلون يرضى بالشيء هذا زوجها؟ طبعا هم يتبعون المعمم، مش يقول المعمم يصير، والعياذ بالله منهم. أما في نقطة مهمة وأخيرة بيختم فيها على الشيعة، يجيك يقولك هذا حرام، يعطيك يعني قطعا هذا الشيء حرام، لكن إذا جبت له مقطع من معمم وكذي وهو كان مقتنع وكان يعطيك أدلة من القرآن وحديث ويذكر لك يقول لك يا حتى أنتم عندكم بالسنة هذا حرام وكذا كذا، بس إذا جبت له مقطع من السيد أو فتوى من السيد، والله ورب البيت إنه يتغير 180 درجة إلا 360 درجة بعد دائرة كاملة يذكر. إنزين إنه يتغير ويقول لك لا هذا الشيء حلال. يا توك الحين انت اعطيتني احاديث وجبت لي فتاوي حتى من المعممين غير المعمم هذا وكذي، قال لك لا انا اقلد هذا المعمم او اني ما ابي اطعن فيه خلاص، اهم شيء عندي المعمم، والعياذ بالله منهم. والله ينجي المسلمين من خرافات والزعبلات هذه خزعبلاتهم. انزين الرافضية اللي ما ادري من وين جابوها، والله يحمي ديار الكويت والسعودية والبحرين والعراق وسوريا وإيران ولبنان. شوف كل شوي قاعدة أكثر من دولة، دليل أنهم مثل الجراثيم منتشرين بكل مكان. لعنة الله عليهم جميعا المخربين الإرهابيين الرافضة. واستودعكم الله، ونلتقي إن شاء الله في مقطع ثاني ونتكلم عن شيء جديد في دين الرافضة. مع السلامة.